بعد الانسداد السياسي اللي حصل منذ أكثر من 11 شهر والظروف المأساوية التي مرت على الشعب العراقي من نقص الخدمات وعدم إقرار الموازنة والمشاريع المتوقفة والمتلكئة، اليوم بدأت بوادر يعني لتشكيل الحكومة واتخذت الإجراءات يعني في انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف السيد رئيس مجلس الوزراء في سلة واحدة تحت قبة البرلمان. هنالك طبعا تحديات ستواجه هذه الحكومة، يعني تحديات محلية ودولية وأقليمية، رغم أن يعني هذه التحديات هي جاءت بأسباب معينة، منها عدم مشاركة التيار الصدري مثلا وانسحابه من العملية السياسية، أيضا تظاهرات التشرينيين في ساحات التظاهر واللي قدموا شهداء وضحايا ويطالبون بمحاسبة القتلة ويطالبون في يعني تحسين المستوى المعاشي للشعب العراقي. هذه التحديات أيضا ترافقها يعني أمور كثيرة تقع على مسؤولية رئيس الوزراء في هذه المرحلة. الشعب العراقي يعني اليوم يتأمل خيرا ومستبشر خيرا في تشكيل حكومة، ويأمل أن تكون هذه الحكومة على قد المسؤولية وتختلف عن الحكومات السابقة في سبيل تحقيق أمان الشعب العراقي، إقرار موازنة، القضاء على البطالة، تأمين الكهرباء، تأمين الخدمات، تعليم، الصحة، كل قطاعات المجتمع كلها يحتاجها الشعب العراقي بالوقت الحاضر. وهنا بدأت البوادر أنه الشعب العراقي بدأ يراقب يعني عملية تشكيل الحكومة، أيضا مراقبة دولية وتهنئة من الدول الخارجية ومباركة للحكومة الجديدة. نأمل أن تكون هذه الحكومة على قد المسؤولية وتقوم بواجبات الشعب أفضل من الحكومات السابقة. بعد اختيار رئيس الجمهورية كلف الكتلة الأكبر الإطار أن تختار رئيس الوزراء، وتم تكليف السيد محمد الشاعر السوداني برئاسة الوزراء، وأعتقد خلال الأسبوعين القادمين ستنحسم قضية تشكيل الحكومة ويصوت عليها داخل البرلمان، لا سيما قضية اختيار الحقائب الوزارية حسب الاستحقاق الانتخابي. وأمام السيد محمد الشاعر السوداني ملفات كثيرة دولية إقليمية ومحلية، إضافة إلى نقص الخدمات وقضية الأمور التي يحتاجها المواطن العراقي. بالتأكيد يدركون جميعا الكتل السياسية أن العراقيين بحاجة هذه المرحلة إلى حكومة خدمات أن تقدم الكثير من البنية التحتية على مستوى المؤسسات الصحية، على مستوى التربوية، على كافة المستويات. يبدو أن الجماعة بما تأخرت وتلكأت تشكيل الحكومة بحدود قارب السنة، هناك نية في إسراع وحسم تشكيل الكابينة الحكومية، ثم عازم البرلمان المؤسسة التشريعية للوصول لقرارات عديدة ولمؤسسات ولقوانين تشريعية، لا سيما الدور الرقابي. ثم من أهم ما ينتظر الحكومة ترفعه للبرلمان هي الموازنة ل 22-23. بالتأكيد هذه الموازنة ضرورية، يتوقف عليها حياة العراقيين، يتوقف عليها كثيرا من الاستحقاقات، الدرجات الوظيفية، الرعاية الاجتماعية، العاطلة عن العمل، استحقاقات الشركات العاملة، الوزارات. إذن القضية أمامهم ملفات عديدة ينبغي حسمها والإسراع فيها، لأنه يبدو تأخر الكثير في إنجازها. نتوقع أنه إن شاء الله الحراك المقبل سيكون حراك قوي وساند بعيدا عن ما يجري من ضجيج السياسة.